السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعد لو أنت أول مرة تشوفني. فإن شاء الله في الفيديو ده هعلمك إزاي تحفظ الكلمات، لأن في ناس كتير هي الحقيقة عارفة كلمات كتير جدا، وحتى كمان مش بتعرف تستخدمها أو بتعدي عليها كلمات هي ممكن تكون عرفتها وحفظتها قبل كده، لكن كل مرة للأسف بتقابل مشكلة في إنها ما بتعرفش تفضل محافظة على الكلمة ديّة، أو مش بتعرف تستدعي الكلمة ديّة حتى كمان لمّا تيجي تتكلم. فإن شاء الله النهارده هاكلمك عن فكرة إزاي تحفظ الكلمات، وهاكلمك عن الطريقة اللي أنا كنت باستخدمها في حفظ الكلمات. فإن شاء الله لمّا تطبّق الطريقة ديّة، لمّا تقابل الكلمة أو لمّا تحتاجها فيما بعد، إن شاء الله هتلاقيها موجودة في دماغك، وهتعرف تستخدمها إن شاء الله بدون أي مشاكل. أولًا كده لو قابلتني كلمة زي كلمة confident المفروض أعمل فيها إيه بالضبط؟ في بعض الكلمات في اللغة الإنجليزية هي موجودة عندك بالفعل، أنت عارفها لكن مش قادر تفهمها لو اتقالت لوحدها كده، لكن لو اتقالت في جملة هتفهمها، أو ممكن الجملة دي تعبّر لك على معنى الكلمة، زي مثلًا كلمة confident. لو قُلت لك جملة زي كلمة I'm very confident، I'm very confident، أنت قدرت تخمّن معنى كلمة confident، قدرت تخمّن إن مثلًا إن هو شخص واقف كده مثلًا دلوقتي وبيتكلم ويقول I'm very confident، معناها إن الشخص ده واثق من نفسه. لو نفترض إن في كلمة تانية قابلتك وهي كلمة زي كلمة upscale، كلمة upscale ديّة بكل بساطة ممكن ما تكونش عارف تخمّنها. طب لو نفترض إن أنا قُلت لك جملة مثلًا the restaurant is very upscale، the restaurant is very upscale. طيب في حالة زي كده أنت كمان الجملة تحسّها كده غامضة شوية، ما مش معبّرة لك على معنى كلمة upscale، ففي حالة زي كده هتفتح القاموس، تستخدم أي وسيلة بقى online وتعرف معنى كلمة upscale ديّة باللغة العربية إيه بالضبط. فأنت خلاص عرفت معناها إن مثلًا ديّة حاجة معناها راقي، أو حاجة أو المكان ده فخم مثلًا، فخلاص يبقى كلمة upscale معناها راقي أو فخم. هتكتب أول حاجة الكلمة باللغة الإنجليزية، وبعد كده هتكتب الجملة بتاعتها، وخلاص كده انتهيت من كلمة confident. لكن كلمة زي كلمة upscale أنت ما قدرتش تخمّن المعنى، وحتى كمان الجملة كانت غامضة شوية، فبالتالي هتكتب الكلمة باللغة الإنجليزية والكلمة باللغة العربية، وهتكتب معاها الجملة طبعًا، لكن ما تترجمش الجملة كاملة، ما تكتبليش المطعم فخم جدًا مثلًا، ما تكتبش كده أبدًا. أنت اكتب الجملة باللغة الإنجليزية بس، وهتمشي وهكذا بقى مع أي كلمة تقابلك. يبقى الكلمة اللي هي كويسة معاك إلى حدٍ ما قدرت تخمّن معناها ما تكتبهاش باللغة العربية، الكلمة اللي ما عرفتش تخمّن معناها هتكتب المعنى باللغة العربية، وهتفضل ماشي كده بقى لحد ما لحد ما تخلّص مثلًا مذاكرتك، أو لحد ما تنتهي مثلًا من القراءة لو كنت مثلًا بتجيب الكلمات دي عن طريق القراءة وهكذا. بس في حاجة زيادة أنا حابك عاوزك أو أنت لازم تعملها، وهي الحاجة ديّة ليها علاقة بموضوع التكرار. لو نفترض إنك دلوقتي كاتب تقريبًا 10 صفحات في الnotebook بتاعتك، فأنت هتيجي النهارده تخصص كل يوم، كل يوم ما ينفعش تسيب يوم، ممكن تاخد يوم أجازة لكن أنا أفضّل لك إن أنت تعمل كده كل يوم، وهو إن يكون عندك 10 دقايق يوميًا يكونوا مخصصين لمراجعة الكلمات اللي موجودة في الnotebook. مراجعة الكلمات مش لكتابة الكلمات، كتابة الكلمات دي حاجة تانية، ده بتعتمد طبعًا على الوقت اللي أنت مخصصه للمذاكرة وبتسمع قد إيه وبتقرا قد إيه وهكذا، لكن إحنا بنتكلم على المراجعة، لازم تكون عندك 10 دقايق يوميًا، ربع ساعة، تِلت ساعة يوميًا. التِلت ساعة ديّة أو ال10 دقايق دول يكونوا مخصصين لمراجعة الكلمات. والله أنت هتفتح أول يوم هتقرأ الصفحة الأولى، وبعد كده التانية والتالتة والرابعة وهكذا. بعد ما تنتهي من ال10 دقايق دول هتقفل خلاص الnotebook بتاعتك، هتكمّل بُكرة، هتبتدي من حيث ما انتهيت اليوم اللي قبله، وهتفضل ماشي وهكذا. أنت كل يوم تبتدي من اليوم اللي من حيث ما انتهيت اليوم اللي قبله، وبعد ما تنتهي لو نفترض إن أنت كاتب لحد دلوقتي مثلًا، لو نفترض إن أنت كاتب 50 صفحة في الnotebook بتاعتك، بعد ما تنتهي هتبدأ ترجع تاني، هتعمل الموضوع كده هو زي وِرد يومي، وتعمله كده زي مثلًا اللي بيقرأ قرآن مثلًا، اللي هو مثلًا انتهى من قراءة القرآن مش بيقفل خلاص مش بيراجع تاني، لأ هو بعد ما بينتهي بيرجع تاني من الأول وهكذا، تفضل الموضوع ممشّيه كده اللي هو دايرة ما تنقطعش أبدًا. بعد مرحلةٍ ما لو نفترض إن الnotebook عندك مثلًا كبيرة شوية، لو نفترض إنها مثلًا تقدر تقول كده 100 ورقة، وأنت دلوقتي وصلت لحد الصفحة مثلًا ممكن 80، هتلاقي أول 20 ورقة بالنسبة لك خلاص انتهوا، لإن أنت أول 20 ورقة أنت بالنسبة لك كررتهم كتير جدًا، وبقيت بتستخدمهم وما عندكش أي مشاكل فيهم خالص. وقتها الوِرد بتاع المراجعة بتاعك بقى اللي هو خاص بالnotebook مش هيبتدي من الصفحة رقم 1، هيبتدي من الصفحة رقم 21.
لإن أول 20 ورقة خلاص أنت كده ذاكرتهم كويس وفاهمهم كويس جدًا وبتعرف تستخدمهم في الكلمات وبتسمعهم كويس وكل الحاجات دي. فأنت هتعمل كده، لكن عايزك بعد شهر مثلًا ترجع تاني لأول 20 ورقة دول، تحاول تقرأهم كده قراءة سريعة بس يعني عشان لو في حاجة برضه أنت ناسيها أو في حاجة ما استخدمتهاش من فترة، تكون برضه لسه موجودة في ذاكرتك. فأنت هتعمل كده المفروض بقى هو السيستم ده تطبّقه بقى يعني مدى يعني طول عمرك، تفضل مطبّق الموضوع ده لحد ما يعني هو موضوع اللغة يعني هو رحلة طويلة من الموضوع ما بينتهيش، بس أنت المفروض تكون مطبّق ده طول ما أنت بتتعلم اللغة الإنجليزية. ده بالنسبة للنظام اللي أنت هتطبّقه. طيب الكلمات هتجيبها منين بالضبط؟ والله الكلمات هتجيبها من أي مصدر قدّامك، يعني سواء أنت في شخص مثلًا بيحب يسمع اللغة الإنجليزية، فأنت الكلمات هتجيبها عن طريق الاستماع، هتتفرّج على الفيديو، أي كلمة هتقابلك مثلًا هتوقّف وهتكتب الكلمة اللي هي وقفت معاك، بتقرأ مثلًا وفي كلمة جديدة قابلتك يبقى هتقرأ يبقى هتوقّف القراءة طبعًا عشان هتدوّر على معنى الكلمة اللي أنت شُفتها ديّة، أو كلمة بقى أنت شُفتها في أي مكان موجودة بقى في post على الفيسبوك، في مثلًا على إزازة مَيّة، أي حاجة يعني أنت هتجيب الكلمات من أي مصدر بقى أنت براحتك. ممكن نتكلم إن شاء الله فيما بعد على ترشيحات يعني إزاي سواء إذا كان web sites للقراءة أو إذا كان مثلًا ترشيحات استماع إن شاء الله ممكن نتكلم عن حاجة زي كده، بس إحنا النهارده هو الدرس مخصص للكلمات، وعاوز أقول لك بس نصيحة صغيرة هو الموضوع مش بكتر الكلمات، هو الموضوع بمدى يعني معرفتك العميقة بالكلمات ديّة، أو أنت بتقدر تستخدم الكلمات اللي أنت عارفها دي والّا لأ، إيه الفايدة مثلًا لو أنت عارف 10,000 كلمة في اللغة الإنجليزية وأنت حرفيًا كل مثلًا لمّا تيجي توصف أكل بتقول مثلًا good ما بتقولش مثلًا كلمات تانية، فإيه فايدة ال10,000 كلمة اللي معاك دول ما لهمش أي لازمة لو أنت مش بتستخدمهم، فأنت عشان تقدر تقول على نفْسك إن أنت تعرف كلمة معيّنة لازم تكون عارف تسمعها كويس، لمّا تسمعها تكون فاهمها، فعشان كده أرشح لك إنك تستخدم web site زي يوجليش عشان تسمع الكلمة لو كنت بتقرأ بس، فلو كنت بتقرأ استخدم يوجليش عشان يقول لك عشان تنطق فيه تعرف نطق الكلمة يعني، وكنا اتكلمنا تفصيلًا عن web site زي يوجليش ممكن أسيب لك الlink إن شاء الله بتاع الفيديو ده في التعليقات، وكمان لمّا تعوز تتكلم وتعوز تقول الكلمة دي وتعوز تستخدمها تبقى عارفها، ولمّا تقرأ الكلمة دي تشوفها، ولمّا تيجي تكتب تلاقيها موجودة وأنت بتكتب، لازم تعرف تستخدمها في ال4 مهارات عشان تقدر تقول على نفْسك إنك عارف الكلمة دي، فعشان كده لمّا تيجي تحفظ كلمة يعني مش مجرد كتابتها وخلاص، إحنا طبعًا اتكلمنا أو الفيديو النهارده هو مخصص عن موضوع كتابة الكلمات عمومًا، لكن عاوزك برضه تحاول تستخدم باقي المهارات، أنت كده بتكتب الكلمة في النوت بوك عاوزك تستخدمها تقرأ تسمعها في English كمان إذا كنت بتتكلم مع حد كنا عملنا برضه جروب تليجرام ممكن يعني أسيب لك الlink إن شاء الله برضه في الdescription يعني إنك لمّا تتكلم مع حد حاول تستخدم الكلمة أو الكلمات الجديدة اللي أنت بتتعلمها بشكل دوري عشان ما تنساهاش. فأتمنى كده يكون الموضوع الفيديو فادكم، وأتمنى يكون يعني لحد دلوقتي الفيديو مفيد، فلو عندك أي سؤال ليه علاقة باللغة الإنجليزية سيبه تحت في الكومنتات وإن شاء الله هارُد عليك، أو لو كان الموضوع طويل يعني إن شاء الله باعمل فيديو عنه يعني. بس كده، شكرًا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.